يرسل لك كرة، كيتا خطير سريع مراوغ، يوسف أحمد سقط أرضا، وجون ماكين الأسترالي تكفل بمشواره، وطالب الآن من يوسف أحمد. محمد عبد الكريم أصفر ظاهر صفراء، حمراء والله يمكن حمراء، والقرار لك عزيزي المشاهد، والقرار الأول والأخير للحكم الإماراتي الدولي محمد عبد الكريم. ماذا رفع؟ حمراء، صيحات، طرد، كرت أحمر، بطاقة حمراء. يوسف أحمد تقدم للأمام، ومحمد عيد عرقله في مشواره. محمد عبد الكريم أحمر يرفع البطاقة الحمراء لمحمد عيد. النصر يلعب في بداية الشوط الثاني ب10 لاعبين. شايف دراجان وغضب هذا الكرواتي، شايف عتابه، ولاحظ أيضا ردة فعله، ولاحظ أصفر لإبراهيم غالب لتصبح بطاقتين صفراوين للاعبي النصر مثلها للسد. لكن اللي فرق عيد، اللي فرق محمد عيد، جاب العيد يعني هو كرت احمر، لكن كان الان المحاولة والكرة خطيرة، والكرة تذهب الى ركلة زاوية ابعدها الدوخي. لاحظ الدوخي مع عبد القادر كيتا، ولاحظ الحديث، وكيتا يعتذر، والكرة تذهب الى ركلة زاوية لمصلحة السد. السد استيقظ فعلا بعد الطرد، السد فعلا يقدم اداء هجومي بحت بعد الطرد. ونذير بالحاج يحول كرته، والكرة بالراس، جول جول جول! ما كانت من خليجي ولا قطري ولا عربي، كانت من لاعب آسيوي كوري جنوبي، إنه لي جونغ سو. قال خلوها لي وخلاها لي في الشبكة. لي جونغ سونغ، شوف الإعادة من كرة زاوية، الارتقاء، لاحظ الارتقاء، وضعها في زاوية ما استطاع من خلالها الدوخي ابعادها. الشبكة الصفراء الزرقاء، الشبكة النصراوية، هاتها يعنزي من الشبكة وسجل لديك يا مشاهد. السد